السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا، يا رب دايما تكونوا بخير وبأحسن حال. انا نورة حسن، ولو بتشوفوني لأول مرة اتمنى ان انتوا تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد دايما، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو الوصفة بتاعت النهاردة عجبتكم، وان شاء الله متأكدة ان هي هتعجبكم. احنا هنعمل مع بعض كده كبدة بلدي، فهي لسه جايه من عند الجزار، فطبعا هي لو انت متاكده ان هي نظيفه فخلاص احنا مش هنغسلها. انا عامه ما بحبش اغسلها طالما واثقه ان هي نظيفه علشان ما تعملش ريحه زفاره، لكن لو انت حاسه ان هي مش نظيفه فطبعا اشطفيها تحت كده الحنفيه. بس هي كانت نظيفه ولسه جايه، فعشان كده طبعا انا ما غسلتهاش. يفضل يعني ان هي تتعمل كده. انا بدأت ان انا اقطعها كده مكعبات كبيرة، يعني متوسطة كده، مش كبيرة قوي. وبعد كده حطيتها هنا كده في المصفى، وحط طبعا تحتيها طبق علشان هتصفي اي دم اي حاجة تنزل منها. حطيت عليها كده نص ليمونة كبيرة، وحوالي معلقتين كبار من الخل، وقلبتها كويس جدا. وبعد كده هحط هنا كده حوالي معلقة كبيرة من التتبيلة دي، عبارة عن جزر مبشور وملح وفلفل اسود وكمون وفلفل اخضر، وهسيبها كده بس حوالي 5 دقايق عقبال ما نعمل كده. بقى هنا في الطاسة حطيت انا شوية من الزيت ومعلقة من السمنة، معلقة كبيرة او مكعب زبدة زي ما تحبي، وبشرت كده حوالي معلقتين كبار من اللي هي الضاني، كانت عندي في الفريزر فبشرتها كده بالمبشرة زي ما انتوا شايفين كده. بس نهدي بقى النار لحد ما هي تصفي الدهون بتاعتها كده وتبتدي تتحمر معانا زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هنا انا فرمت في الكبة بصلاية كده كبيرة، فرمتها وحطيتها هنا كده على اللي هي بعد ما اتحمرت يعني كويس ونزلت الدهون. وهنقلب بقى كده كله كويس كده مع بعض، وهنستنى شوية لحد ما البصلاية تدبل. تمام. وهنحط عليها طبعا رشة فلفل اسود كده على البصلاية وهي على النار، وكمان معلقة كبيرة من التوم المفروم. انا دقيتها كده في الهون، يعني حوالي معلقة من التوم. وطبعا هحط رشة الفلفل الاسود زي ما قلت لكم. حطيت بقى حلة تانية كده علشان اعمل فيها مكرونة. ف... فالحلة التانية دي فيها مكرونة، هحمرها الاول وبعد كده اعملها بالصلصة. هنا كده البصلاية كانت دبلت خلاص، فحطيت بقى كده عليها الكبدة، وهنقلب كده كله كويس مع بعض. وكنت حابة اوريكم برضو ان هي بصوا بتصفي كل حاجة فيها. فالمصفى دي خطوة كويسة جدا لازم تعملوها قبل ما تحطوا الكبدة مباشرة كده على النار. وبعد كده هنا اول ما بدأت تدخل في السوا شوية بدأت ان انا احط بقى الملح، وطبعا برضو بقلب في المكرونة كل شوية وانا بعمل. هنا بقى كده انا حطيت رشة فلفل اسود تاني على الكبدة، وحطيت رشة برضو كمون، وهحط معلقتين كده كبار من الخل. وهنقلب بقى كده كل ده كويس كده مع بعض. ممكن تحطي ربع كوباية مية كده او حبة من المية، حبة بسيطة علشان تستوي كويس جدا معاكي. احنا بنحبها تبقى مستوية مظبوط يعني جامد، زي ما انتوا شايفين هنا كده ده شكلها. بجد كان طعمها حلو قوي، والملح فيها مظبوط جدا، وكل حاجة حطيناها فيها كانت حلوة قوي. ممكن تحطي معاها فلفل الوان، فلفل اخضر، زي ما انت عايزة قدميها بقى زي ما انت عايزة، جنب مكرونة، جنب رز، بالعيش وطحينة، بس سلطة، بطاطس محمرة، زي ما تحبي قدميها. بجد هي أكلة تتاكل كده لوحدها أصلا بشوية عيش بس كده. وده كان فيديو النهاردة، يا رب الوصفة بتاعتنا تكون عجبتكم وسهلة وبسيطة كده على قلبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في قناتي لو أول مرة بتشوفوني، وتتابعوا كل جديد بنزله في القناة. واشوفكم فيديو جديد على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.